أصعب حاجة في الدنيا هي الوجع، اللحظة اللي قلبك فيها بيتعصر من الألم، على حد باعك بعد ما اشتريته، على اللي غدر بيك بعد 10 سنين، على اللي جرحك بقسوة قلبه عليك، على اللي كنت شايله جوه عينيك وضحى بيك. ياه، ده انت لسه يا ما هتشوف من الدنيا دي. هتحب وتتحب، تسيب وتتساب، تتعشم في ناس ويغزلوك ويكسروا بخاطرك ويوجعوك. وبعد ما كنت بتدعي ربنا ان يديم ليك الناس دي في حياتك العمر كله، هتدعي برضو لربنا انك تنساهم ويخرجهم من حياتك. واللي كان اقرب حد ليك هيبقى زي الغريب، واللي كنت بتجري عليه اول ما بتشوفه خلاص مش هتحس باي لهفة عليه. واللي كان شاغل بالك وباقي عليه حياتك، الدنيا هتجبرك على نسيانه، وهتلاقي الحياة فجأة أخدت منك الثقة. أصلك بقيت خايف من كل اللي حواليك، هتخاف تقرب من حد لا يتغدر بيك تاني. واللي انت بنيته طول سنينك هتشوفه وهو بيتهد فجأة قدام عينيك، وهتتباع عادي جدا برخص التراب من الناس اللي انت اشتريتهم بحياتك وضحيت عشانهم بحاجات كتير جدا. فالدنيا هتفضل تاخد وتاخد وتاخد منك. عشان كده اسمعها مني، ما توهمش نفسك انك هتموت لو باعك او غدر بيك او استغنى عنك اي حد. صدقني دي فترة وهتعدي ومش هتطول ابدا، الا لو انت اقنعت نفسك بكده. حرر نفسك دايما من قيود الذكريات والاحساس بالضعف والانهيار، لانك ببساطة انت مش عبد لحد، ولا ينفع تكون اسير لمشاعر انت اللي صنعتها بنفسك. ده غير ان حياتك ومستقبلك ما ينفعش تضيعهم منك بسبب سوء اختيارك. يعني ببساطة كده مش هتدمرهم عشان انت اخطأت في يوم من الايام. احنا اتخلقنا عشان نغلط ونتعلم من غلطنا ده. اتعلم من غلطتك وخد وقتك ولملم نفسك براحتك وعيد حساباتك، بس ارجوك راجعها كويس جدا وحط نقطة ومن اول السطر وابدأ من جديد. ابدأ حياة ما فيهاش اخطاء الماضي. ما تخافش، الموضوع كله قرار انت هتاخده وان شاء الله هتبقى قده، وهتقوي نفسك بنفسك عشان تعدي المرحلة الصعبة دي وتفوق من اللي انت فيه. انت مش هتفضل عايش حياتك في ندم على اخطاء الماضي وبس. لا انت اول ولا اخر واحد مر بالتجربة دي. صدقني ناس كتير كانوا زيك اتوجعوا واتخانوا واتغدر بيهم، واعتقدوا ساعتها ان هم خلاص هيعيشوا اسيرين للحب والذكرى المؤلمة دي، لكنهم بفضل ربنا نجحوا وعدوا من أزمتهم وحياتهم بقت أجمل بكتير من الأول كمان. وانت كمان يلا اصنع بداية جديدة، بداية سعيدة لحياتك ولنفسك، وتمرد على وجعك. صدقني انت هتقدر، أرجوك فوق من اللي انت فيه واوعى تستسلم أبدا. ويا ريت تعمل شير للفيديو ده عندك عشان لما تشوف الفيديو ده السنة الجاية هتعرف قد ايه انت اتغيرت وبقيت إنسان جديد.